بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت. قصة النهاردة عنوانها كما تدين تدان. كما تدين تدان. إيه الحكاية؟ قصة جميلة. إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. وبرضو قولوا لي رأيكم في التعليقات، يعني أنا شايفة إن هي جميلة ولا هي جميلة فعلا. طيب إيه الحكاية؟ عشان نعرف الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. برضو قبل ما نبدأ أحب ندعي ربنا يفك حصار إخواتنا المحاصرين ويخلصهم من المجاعة والذل اللي هم فيه. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. القصة دي هنقولها على أكتر من قصة عشان إحنا هنقدمها على قناتنا الجميلة حكايات صفية شريف اللي بنقدم عليها القصص القصيرة. فدي حلقة رقم 1، كما تدين تدان. في عندنا القصة دي بتدور أحداثها في قرية من قرى المصرية. القرية دي قرية معروفة ومحدودة السكان، والناس اللي فيها عارفة بعضها، ودي أغلب القرى على فكرة، خاصة القرى الصغيرة مش القرى الكبيرة، بيبقى أغلب الناس اللي فيها عارفين بعض، عائلات وأسر وكله عارفين بعض. الأسرة دي اللي هنتكلم عنها كانوا عايشين في بيت مع بعض كبير. أبوهم راجل طيب جدا ومعروف بسمعته الطيبة وسيرته الكويسة، وليه ولدين. الولدين دول اسمهم سعد وصالح. سعد الأخ الأكبر وصالح الأخ الأصغر. الاتنين كبار ورجالة ومتجوزين ومخلفين. الاتنين بيشتغلوا مع أبوهم في الشغل بتاعه. أبوهم كان بيشتغل إيه؟ كان بيشتغل موان، يعني بيبيع الرملة والزلط والأسمنت وحاجات المون كلها بتاعت مواد البناء. كان طبعا المحل بتاعهم كبير جدا اللي بيبيعوا فيه، والموانة والرمل والزلط والحاجات دي ما بيبقاش محل، ده بتبقى قطعة أرض كبيرة عليها سور وعليها باب، وحاطين فيها بقى الرمل والزلط والأسمنت والحاجات بتاعتهم كلها. كانوا هم الوحيدين في البلد اللي بيتاجروا في النوع ده من المؤن أو البضاعة، هم الوحيدين في البلد، فكان الشغلانة بتاعتهم. مرت الأيام والسنين والحاج أبوهم توفى. أصبح الحاجات دي أو الشغل ده أو الورث ده بتاعهم هما الاتنين، لأن هو ما كانش ليه غير الولدين اللي أنا قلت عليهم اللي هما سعد وصالح. سعد الأكبر وصالح الأصغر، وزي ما قلت لكم متجوزين ومخلفين هما الاتنين. سعد كانت مراته اسمها جيهان. سعد كان طماع شوية، ما بيراعيش ربنا في تصرفاته، ومراته جيهان كانت يعني سبحان الله بقى، ما هو بيجمع ويوفق، فكانت قريبة منه في الطباع، برضو تحب توصل للي هي عايزاه، مش مهم ايه النتيجة ولا بترضي ربنا ولا لا، المهم هي عايزة توصل لنتيجة معينة. مش مهم بقى النتيجة دي هتوصل لها بأي طريق، ما يجراش حاجة، ما عندهاش مشكلة. وجوزها نفس الكلام، يعني حتى في البيع والشراء كانت الناس بترتاح لأخوه جدا، بترتاح لصالح جدا، لأن صالح كان اسمه صالح وهو صالح فعلا، قريب من ربنا وبيعرف ربنا وبيراعي ربنا في تصرفاته. والناس كلها بتحبه. ولما يبقى جاي حد يشتري مثلا ومعهوش كل الفلوس، ممكن يصبر عليه ويقول لاخوه معلش لازم نقدر ظروف الناس. فكان يعني ايه لين، يعني قلبه لين وقلبه حنين كده وفيه رحمة. غير سعد. سعد لا كانش يعذر حد ولا يراعي ظروف حد وملوش دعوة، انت خدت تدفع،
تدفع المبلغ كله، معاك ما معاكش بقى ده شيء ما يخصنيش، ماليش فيه. ومرات صالح برضو كانت زيه، قلبها طيب وحنين ويعرف ربنا، وقلبها لين وبناتها مربيهم بنفس الأسلوب وهكذا. برضو سعد وجيهان ولادهم برضو كانوا من نفس الطباع، أصل هي كلها بتبقى أسرة، فكله بيشرب من بعضه. فيعني إلا ما نظر طبعا، يعني إنه بيبقى حد غير التاني أو كده، دي موجودة بس يعني مش كتير، ده الاستثناء. لكن القاعدة طالما الأب والأم فيهم صفات معينة، العيال سواء بنات أو صبيان بيشربوا نفس الصفات. المهم، آه، هنا بقى عايز أقول لكم حاجة قبل ما أقول لكم عملوا إيه لما باباهم توفى. البنات ولاد الحاج صالح كانوا متفوقين وعقلهم في المذاكرة، وعيال زي العسل، كل سنة ينجحوا ويجيبوا ويطلعوا الأوائل وحاجات جميلة كده. فكانت الأم تيجي لما ينجحوا بقى ويجي يقولوا لها نجحنا وطلعنا الأولى، طلعت التالتة كده، تبقى فرحانة جدا. طب ومبروك يا بناتي ومش عارف ايه، وربنا يوفقكم، ودايما رافعين راسي، وتبقى عايزة تعمل شربات وتزغرط وتهيص. بناتها الاتنين ناجحين وبمجاميع حلوة وطالعين من الأوائل. يروح بقى الحاج صالح يقول لها ايه؟ ما بلاش الزغاريت والشربات، افرحي بأي طريقة تانية، انزلي هاتي لهم حاجات عايزينها، افرحوا هنا في البيت بأي شكل. لكن زغاريت وشربات والناس كلها بلاش. ليه بس بلاش؟ ما انت عارفة ولاد عمهم، مالهم ولاد عمهم؟ ولاد عمهم بقى كانوا فشلة، فشلة بمعنى الكلمة. مفيش حد فيهم بينجح من أول مرة، يا إما يسقط يا إما يجيب ملاحق. تقف بقى مرات سعد جيهان تندب: يا حظي مفيش حد فيكم يرفع راسي، مفيش حد فيكم في مرة ينجح كده من أول مرة من غير وجع قلب، من غير مش عارف إيه، وتقعد تندب. شايفين ولاد عمكم بنات عمكم شاطرين، اشمعنى انتوا؟ في الآخر قالوا لها إيه؟ قالوا لها: ماما احنا ملناش في التعليم، مش عايزين نتعلم، احنا يعني هنشتغل موظفين؟ ما احنا في الآخر هنشتغل في ملكنا مع أبونا. راح أبوهم قال لها إيه؟ خلاص بقى يا جهاد، ما كده كده العيال هيشتغلوا معايا، سيبكم التعليم يا عيال خلاص. دي آخر حاجة وصلوا لها. فطبعا كانت كل سنة يتكرر الموضوع ده. تيجي أفنان مرات صالح، مرات الحاج صالح بقى كان اسمها أفنان، تيجي أفنان تزغرط ولا تعمل الكلام ده، تفرق شربات ولا كده، يقول لها لا لا. الحاج صالح بقى يقول لها إيه؟ بصي، مرات أخويا هتفتكر إن إحنا بنغيظهم وبنضايقهم وشمتانين فيهم عشان ولادها ما جابوش مجاميع كويسة والكلام ده كله، فبلاش. دول سقطوا كمان، يعني واحد سقط واحد جاب ملاحق، مش مجاميع مش كويسة. فتقول له: يعني انت عيالي يتعبوا ويشقوا ويذاكروا ويطلعوا من الأوائل وتحرم عليا الفرحة؟ يا ستي ليه؟ خدي فلوس وانزلوا اشتري لهم كل اللي هم عايزينه. كده يعني يا بابا؟ خلاص يا ماما، احنا ناخد فلوس وننزل نشتري الحاجات اللي احنا عايزينها، وبلاش منها الزغاريت ولا الشربات. طبعا الحاجات افيد، زغاريت ايه وشربات ايه مش هتفرق. اتفضلوا ميه. تمام كده، تمام. وهو بقى الحاج صالح بيقول لها: انزلي هاتي لهم اللي هم عايزينه. بنتينه دول كان اسمهم ايه؟ رانيا ورحمه. رانيا ورحمه كان ليهم صاحبه اسمها رشا. صاحبتهم دي كانت صاحبتهم وجارتهم. كان مامتها متوفيه وباباها متجوز غير مامتها. فطبعا مرات ابوها كانت بتعاملها للاسف معامله سيئه جدا، وكانت بتخلي باباها ما يجيبلهاش حاجه خالص، الا ما نظر يعني حاجات بسيطه جدا. فكان الحاج صالح يقول لمراته ايه؟ بقول لك يا حاج افنان. تقول له: نعم. يقول لها: وانت نازله تجيب الرانيا ورحمه الحاجات اللي هم عايزينها، خدي رشا معاكي وهاتي لها اللي هي عايزاه. فكان احن عليها من ابوها، وافنان كانت احن عليها من مرات ابوها بكتير، لان هي كانت عارفه مامتها وكانت صاحبتها. فكانت البنت رشا بتحس ان افنان دي امها زي رحمه ورشا.
سبحان الله، ربنا ما بينساش حد. اللهم لك الحمد يا رب. فنزلت فعلا جابت لرانيا ورحمة حاجات وخدت رشا معاها وجابت لهم ايه اللي هم عايزينه. هنا بقى رشا نجحت وطلعت هي كمان التالتة على المدرسة. نجحت في ايه بقى؟ في الاعدادية، في تالتة اعدادي. فطبعا لما نجحت والتالتة على المدرسة يعني جايبة مجموع كبير يدخلها ثانوية عامة. كانت عايزة تخش ثانوية عامة وتخش الجامعة وتكمل وتبقى زي العسل. رايحة بقى فرحانة لباباها، ومرات ابوها قاعدة طبعا زي ام قويق و... وبعدين بتقول له ايه يا بابا، انا نجحت وطلعت التالتة على المدرسة. راحوا كابسينها كده يا عيني وكسروا بخاطرها وعملوا لها ازاي. الام بقى اللي هي مرات ابوها قالت لها نجحتي ولا سقطتي لنفسك يا حبيبتي؟ هو انت نجحتي لنا احنا؟ راحت قالت لباباها ايه، اخش بقى يا بابا ثانويه عامه، انا جايبه مجموع كبير اهو عشان اكمل بقى في الجامعه واشرفك كده وارفع راسك. بتقول يا عيني زي ما ايه، زي ما بابا رانيا ورحمه اللي هو الحاج صالح والحاج افنان مراته بيقولوا لبناته. قبل ما ابوها يرد كانت مرات ابوها بترد تقول لها ثانويه عامه ايه؟ ثانويه عامه ودروس هو انت عايزه تفضلي تستنزفي كده اموال ابوكي؟ ابوكي غلبان ما عندوش الكلام ده، انت مستقويه عليه ليه؟ هو يقدر يصرف على الثانويه العامه؟ خدي دبلوم وخلاص. راح ابوها راضد طبعا بيمشي ورا كلام مراته. اه، من الرجاله ما شاء الله اللي راجل راجل يعني. فقال لها كده كده الواحدة مصيرها للجواز، مصيرك هتتجوزي وتخدمي جوزك وتخدمي عيالك، يبقى ثانوية عامة ليه وجع قلب؟ ليه هتوجع قلبنا ليه؟ خليكي كده دبلوم وخفيف خفيف وتتجوزي، وبعدين حطي في دماغك ان اي عريس هيتقدم لك مادام كويس هجوزك. لازم تبقى عارفة دي، احنا لا هنكمل ثانوية عامة ولا جامعة. طبعا يا عيني البت زعلت واتضايقت وما بقتش عارفة ترد تقول ايه، بس ما هتعمل ايه؟ قعدت تتحايل عليه والنبي يا بابا بالله عليك يا بابا، مفيش. المهم لما ما وصلتش الحاجة ما قدامهاش بقى يا عيني غير ايه، راحت عند رشا عند رانيا ورحمة وقعدت تحكي لهم وتشكي لهم وتعيط. سمع مين؟ باباهم ومامتهم. ومامتهم بتقول لباباهم بقى هو ايه ابوها ده؟ ايه القسوة دي؟ هو في ناس كده؟ وفي ابهات كده؟ يعني يسمع كلام مراته في كل حاجة؟ طب ما البت جايبة مجموع كبير. راحت بقى رشا سمعتها قالت لها صدقيني يا طنط انا قلت له كمان مش هخش دروس ومش هاخد منك ولا مليم وبرضه مرضيش. طب ما دام قالت له مش هاخد منك ولا مليم ومش هدخل دروس، مرضيش ليه؟ لان الهانم مراته عايزاها تبقى فاضيه ورايقه وتقعد تعمل لها حاجه البيت، مش مشغوله بمذاكره الايه، الثانويه العامه. لان ثانويه عامه هتقعد كل شويه تقول لها اعملي تقول لها بذاكر. هي مش عايزه كده، هي عايزه يبقى دبلوم مذاكرته خفيفه ووقت ما تحتاجها تعمل لها حاجه تلاقيها. ما تقولهاش بقى لا بذاكر ولا بعمل، هي ملهاش في القصه دي، ان شاء الله ما ذاكرت. لا اله الا الله. المهم راح باباها ايه، راح الحاج صالح قال لها ايه، بص يا بنتي انا هكلم ابوكي واحاول معاه واشوف الدنيا هتعمل ايه، وانت ما تزعليش نفسك كفايه عياط. راح كلم ابوها وقال له انا هدفع كل المصاريف، سيب البنت تكمل، بنتك شاطره وذكيه، بدل ما تفرح ان هي جابت مجموع كبير وتسيبها تدخل ثانويه عامه وتشجعها تقول لها لا. قال له ايوه انا مش حمل الثانويه العامه ومش قد مصاريفها ومش قد. قال له انا هتحمل مصاريفها. لحد فين بقى؟ يا الحاج صالح عنده استعداد يتحمل مصاريف رشا وابوها مش راضي. ما انا قلت لكم بقى ان هي مش حجه مصاريف وبس، لا، هي الهانم عايزاها فاضيه عشان تخدمها وتعمل لها حاجه البيت، ما تقعدش هي تعمل كل حاجه وتتعب نفسها. المهم في النهايه الحاج صالح ما وصلش لاي نتيجه مع بابا رشا، وفعلا دخل الدبلوم واول عريس اتقدم لها ابوها قال لها هتتجوزيه هتتجوزيه. طب اكمل الدبلوم؟ قال لها ما انت خلاص فاضل لك سنه كمليها وانت متجوزه. وفعلا جوزها غصب عنها، وكانت النتيجه
إن هي ما عرفتش تعيش واتطلقت بعد سنتين. بس الحمد لله ما كانتش خلفت، لأن طبعا لو خلفت كان هيبقى صعب عليها تتجوز مرة تانية. هي ما خلفتش، وكانوا سنتين غم وهم عليها. يعني هقول إيه، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، وكل مرات أب بالطريقة دي. لأن أنت مرات أب، بس يعني اتقي ربنا. ما أنت ممكن يكون عندك عيال وما تضمنيش هتربيهم ولا حد تاني اللي هيربيهم. ما هي القصة إن مش كلنا ضمننا إن إحنا هنربي عيالنا، ما ممكن لا قدر الله حد تاني اللي يربيهم. المهم، بعد برضو ما اتطلقت ورجعت ما سابتهاش في حالها. طيب، وهي يا حبيبتي ما كانش قدامها غير تروح تعيط عند مين؟ عند رانيا ورحمة في بيت الحاج صالح والحاج أفنان، وتشتكي لهم يهونوا عليها ويصبروها وخلاص على كده. كل اللي كان بيقدر يقدمه لها الحاج صالح والحاج أفنان إن هما كانوا بيحاولوا لما يجوا يتفسحوا ياخدوها معاهم، لما يجيبوا حاجات لبناتهم يجيبوا لها زيهم وهكذا. لكن مستقبلها بقى والكلام ده أبوها طبعا ومرات أبوها اللي كانوا بيتصرفوا. فده اللي كان ماشي مع رشا. المهم نرجع بقى لمين؟ للحاج سعد. بعد ما الأب توفى، فراحت مراته بقى جيهان قالت له بقول لك يا حاج سعد. قال لها أيوه. قالت له الوقت بقى هيجي الحاج صالح يقول لك عايزين نقعد مع بعض. قال لها طب ما هو بيقعد معايا كتير. قالت له لا، بس هو المرة دي عايز يقعد عشان الورث. قال لها طب وماله، ما من حقه يقعد عشان الورث، وهيقول لك عايز حق، وبرضه ماله ما ياخد حقه. بص الراجل، يعني الراجل ما عندوش اي مشكلة، ولكن سبحان الله الزن بقى ولما تجره للسوق ما. المهم فقالت له ايه يعني ايه وماله، يعني ايه ياخد حقه، في ايه يا حاج سعد؟ قال لها في ايه بس يا حاجة جيهان؟ قالت له دلوقتي لو خد حاجته، لو خد حقه وانفصل عنك وبقى لوحده، انت هتقفلها بعد كده. قال لها ليه؟ قالت له مش انت بتقول ان الناس بتحبه تيجي عشانه؟ قال لها ده احيانا حتى بيجوا يشتروا ولما ما يلاقوهوش يمشوا ويرجعوا لما يجي. قالت له طيب، يبقى هو كده لو اشتغل لوحده هياخد كل الزباين دي وانت هتقفلها. قال لها تصدقي معاكي حق. بصوا بقى الزن بقى امر من السحر، الزن على الودان. قال لها تصدقي معاكي حق. طب والحل؟ قالت له ابدا، لما يجي يكلمك قول له خلينا زي ما احنا كده اخوات مع بعض، وما نفترقش عن بعض، والشغل يبقى مع بعضه، وعشان البركه تحل ونفضل ايه، نفضل اخوات ما نفترقش. قال لها صح. ونفذ الكلام اللي مراته قالته له بالحرف. فعلا يومين كده وجه الحاج صالح بيقول له يا حاج سعد عايزين نقعد مع بعض وهنعمل ايه في الورث. قال له بقول لك ايه. قال له ايه؟ طبعا اخوك كبير بقى وبيسمعه. قال له ما تخلينا كده يا حاج صالح كل حاجه زي ما هي والدنيا ماشيه، وخلي كل حاجه ببركتها، وخلينا يا اخويا ايد واحده مع بعض، بدل ما نقسم ونفركش وليه، ونشتغل ونحط، والارباح اللي تطلع اخر الشهر نقسمها انا وانت بالنص، كل واحد ياخد نصيبه. فراح الحاج صالح قال له طب وماله يا اخويا، بس كده ما يجراش حاجه. وافق. ما عندوش اي خبث ولا اي لقم ولا اي حاجه. واشتغلوا مع بعض، اشتغلوا مع بعض، ومش الشغل مش الشغل. بس يا ريتهم ما اشتغلوا مع بعض، هتعرفوا ليه. المهم اشتغلوا مع بعض شويه، ولما ولاده قالوا له ايه، ولاد مين بقى؟ ولاد الحاج سعد اللي هم كان اسمهم سالم وسلمان. سالم وسلمان خلاص سابوا المدرسة وراحوا يشتغلوا مع مين؟ مع أبوهم في المغلق اللي هو المكان اللي يعني شغلهم في البيع والشراء والتجارة والحاجات دي، في الرمل والزلط والكلام ده. فراحوا عشان يشتغلوا معاه هما الاتنين. اشتغلوا. قعد الحاج سعد والحاج صالح
حددوا لهم مرتبات وده الطبيعي، مرتب لده ومرتب لده. لكن فين بقى جيهان هانم بقى والزن؟ ليه تاني؟ ليه تاني؟ بعد شوية كده لما اشتغلوا كام شهر وبياخدوا مرتباتهم عادي، والأرباح بيطلعوا منها الإخوات الكبار اللي هم سعد وصالح بيطلعوا منها مرتبات الولدين، وبعدين يقسموا بقية الأرباح سوا. راحت قالت له إيه دلوقتي، هو أنت ولادك مش هم اللي بيشتغلوا؟ آه. والحاج صالح ممكن يكون نايم في البيت والعيال هم اللي بيفتحوا؟ آه، إحنا اعتمدنا عليهم كتير بعد ما اشتغلوا معانا وبقينا أنا وهو بصراحة، مش هو بس، مريحين نفسنا. قالت له طيب يبقى إزاي ياخدوا مرتبات بقى؟ مش ده مالهم وأملاكهم؟ آه. طيب يعني عايزة إيه؟ قالت له يعني المفروض يقسموا معاكم مش ياخدوا مرتبات. قال لها إيه ده؟ بتتكلمي إزاي؟ قالت له هو ده اللي أنا بقوله. قال لها مش عارف ده ينفع ولا ما ينفعش. طيب هشوف كده واقول لصالح. راح قاعد مع صالح في مرة، راح قايل له بقول لك يا حاج صالح. قال له نعم. قال له دلوقتي ولادي اللي شايلين الشغل. انا وانت بنبقى نايمين في البيت وهم شايلين الشغل. قال له طب ما هم بياخدوا مرتبات. قال له لا بصراحة هم مش غربة عشان ياخدوا مرتبات، هم المفروض يتقاسموا معانا في الأرباح. قال له يعني ايه يتقاسموا في الأرباح؟ قال له يعني يتقاسموا في الأرباح حقهم. قال له لا مش حقهم، ده ورثي أنا وأنت. أنت عايز تديهم هم أولادك اديهم من نصيبك، لكن ما يتقاسموش معانا، أنا نصيبي ما يقلش. المهم فضلوا يتكلموا واختلفوا، والحاج صالح مش موافق والحاج سعد عايزه يوافق، والحوار كبر. وسعد يقول له ما انت بتاخد الفلوس تديهم لبناتك، وبناتك ايش اللي تجيب لها عربية واللي تديها فلوس عشان خاطر تعمل المشاريع. بنات بقى الحاج صالح كانت واحدة في كلية الهندسة والتانية في الفنون التطبيقية، فكان بيقول على الاتنين مهندسين. بتاعة الفنون التطبيقية تبقى مهندسة ديكور، فكانت بتحتاج بقى المشاريع وحاجات كتير، فكانت بتاخد فلوس. والتانية الكبيرة جاب لها عربية تروح بيها الجامعة، وبتاخد اختها في طريقها. طبعا كان كل ما هم ينجحوا و... ويشوف الحاج صالح جاب لهم حاجات زي كده، كانت مراته تعرف، مرات سعد تعرف اللي هي جيهان، وتتغاظ اكتر اكتر وتقول له بص بناته بيجيب لهم وبيعمل لهم وبيسوي لهم، يعني زي ما يكون البنات دول مش المفروض يجيبوا لهم حاجه. وكانت متغاظه جدا، ومع انها في بعض الاحيان كانت تقعد تقول ايه مش المفروض انا اللي اتضايق، المفروض هي تتضايق، انا جايبه الصبيان، هي جايبه بنات، هي اللي تغير مني، انا ليه متضايقه كده؟ وتقعد تكلم نفسها ومفيش فايده. يا ساتر يا رب، ربنا يكفينا شر الحقد والغل والغيره اللي ما يعلم بها الا ربنا دي. في حين بقى مرات صالح الحاجه افنان دي ولا في دماغها، يعني بنات بس حبايبها وبتحبهم وراضيه عنهم يعني مفيش اي غيره جواها ان دي جايبه صبيان وهي جايبه بنات ولا الكلام ده. بالعكس كانت فرحانه ببناتها وراضيه وتمام التمام. المهم هنا بقى اختلف زي ما بقول لكم الحاج سعد والحاج صالح الاخوات. سعد عايز يخلي ولاده يتقسموا في الربح، وصالح بيقول له لا ما يتقسموش، الورث ده بتاعنا وانت، ودول ولادك بيشتغلوا معانا وبياخدوا مرتبات. والله عاجبك على كده، مش عاجبك خليهم يشتغلوا في اي مكان تاني. ازاي يعني انت بتقول ايه ومش بتقول ايه والمهم فضلوا ايه يختلفوا. تفتكروا بقى الحاج سعد اللي صح ولا الحاج صالح؟ الصبيان الاتنين دول اللي هم سالم وسلمان ولاد سعد يقسموا في الربح ولا هم بياخدوا مرتبات كده الصح؟ انا بقى في انتظار رأيكم في التعليقات. واحنا قلنا ان هي قصة طويلة على اجزاء، واقول لكم استنوني في الجزء الثاني ان شاء الله. سلام.